السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. انا اسمي آية ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. النهاردة بقى نعمل اكلة جميلة جدا، بانيه، بس مش هنعمله بالفيجيتار والبيض ولا قلي ولا زيت ولا الشغل ده خالص. احنا هنعمل البانيه مشوي، مشوي في المقلاية كده او على الجريل، الحاجة المتاحة عندك يعني اعمليه فيها. اول حاجه هنا كده انا هنصلي على النبي برضو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه بقى جبت معايا هنا فلفل وبصله وطماطمايه وتوم، وفرمتهم في الكب وصفتهم لان انا عايزه الميه اللي نازله منهم. طبعا التفل اللي طلع ده انا مش هرميه، انا هحطه في كيسه واسيبه في الفريزر، ابقى احطه على كفته يعني هينفع معاها يعني وكده. جيت هنا بقى على المية العصارة اللي انا خدتها من الخليط اللي اتعمل في الكبة ده، حطيت ملح وحطيت زبادي وحطيت فلفل وبابريكا ونقطة زعتر بسيطة كده وزيت برضو وخل. بس مش اللقطة ما اتصورتش للأسف. قلبتهم بقى في بعض كده، وبعد كده هنزل بالبانيه في قلب التتبيلة دي وهسيبهم نص ساعة. نص ساعة حلوة قوي، عايزة تسيبها من بالليل للصبح ابقي خفي الملح شوية، انا حطيت معلقة ملح. عايزة تسيبهم بالليل للصبح حطي مثلا نص معلقة ملح عشان ما يبقاش حادق معاكي لو انت سبتيه ليلة كاملة، انما انا سبته نص ساعة طلع ملحه مظبوط وجميل جدا. جيت هنا بقى قطعت فلفل رومي اصفر واحمر واخضر، وقطعت بصلاية برضو وسط كده، وهرست فصين توم. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل رز الافراح اللي هو بلسان العصفور. هنجيب كده في حلة وحطيت فيها زيت، وبعد كده هشوح لسان عصفور على نار هادية خالص لانه بيتلسع بسرعة وبيغمق، فهفضل ايدي فيه مش هبطل تقليب. ما تسيبوش خالص، تقعدي تقلبي فيه كده على نار هادية لحد ما كله ياخد لون واحد. هما بيخلوه بني غامق كده مكرمل كده، ده اللي انا هعمله فيه. طبعا معروف ان طباخين الافراح بيبقوا اكلهم طعمه جميل ولذيذ، فده نفس النتيجة بالظبط ونفس الطعم بالظبط اللي هما بيعملوه. طباخين الافراح طبعا الناس اللي بتكلف بقى اللي هما بيحطوا فلفل الوان والشغل ده، في ناس لا ما بيحطوش فلفل ولا الكلام ده، بيعملوها بيكتفوا بالبصل والثوم وخلاص. بعد ما خد لسان عصفور لون كده حطيت بقى البصلة والفلفل، وحطيت معلقة بهارات كبسة، وحطيت في الاخر كده يعني نص مرقة دجاج، وحطيت برضو الملح بتاعي، وحطيت ورق لوري. عايزة تزودي بقى لومي، عايزة تزودي كوبيبة براحتك، قرفة اللي انت عايزاه، بس انا اكتفيت بورق اللوري وتوابل الكبسة والفلفل الرومي اللي محطوط فيه، وطبعا فلفل اسمر. هقلب بقى كله كده عشان الريحة بتاعة التوابل تطلع. هقلبهم في بعض كده عشان الريحة بقى تسخن كده وتطلع. واديني ضفت ورق اللوري اللي قلت عليه. بعد بقى ما خلاص كده اخدوا تشويحة مع بعض هزود المية على قد لسان العصفور، انا حاطة كوبايتين لسان عصفور، هحط كوبايتين مية. لقيتي في الاخر مثلا لسان عصفور فيه يعني ما استواش قوي، ممكن تزودي ربع كوباية مية. انا عملت كده لان لسان عصفور الملكة بيبقى ناشف شوية مش زي حوا، ناشف شوية مش زي الملكة، بيستوي بسرعة. بعد كده بقى عليت النار لحد ما يعني غلى، بعد كده قمت مهديه النار خالص عشان ما يلزقش في الحلة بقى، وهديت النار خالص يتردد زي الرز العادي اللي احنا بنعمله. جيت هنا بقى مقلاية حطيت فيها حبة زيت، النار تكون عالية في الأول عشان الزيت يسخن، عشان تدي البانيه صدمة، عشان ما ينزلش المية بتاعته. نزلت كده بالبانيه، اخد الصدمه كده عشان ما ينزلش ميته ويحتفظ بيها ويبقى طري كده وجوسي من جوه. وبعد كده هديت النار خالص عشان يستوي. طول بقى ما انا قدامه هفضل اقعد اقلب فيه يمين وشمال عشان يستوي وياخد اللون اللي انا عايزاه واللي انتوا هتشوفوه في الاخر. بانيه بقى جميل مشوي يعني مش مضر، مش زي بقى اللي هو ايه في زيت كتير والكلام ده.
قعدت اقلب بقى كده. انا غطيت عليه عشان بس عمل طرطشة زيت كتير. الواحد بيتبهدل طبعا من طرطشة الزيت دي، ايديا بتتبهدل خالص. قعدت اقلبه بقى كده يمين وشمال لحد ما اخد اللون اللي انا عايزاه. حطيت عليه بابريكا من فوق عشان تدي لون حلو، وهو كده بيتشوي حطيت عليه البابريكا وهو في المقلايه. شفتوا بقى لسان العصفور جميل ازاي، جميل ومفلفل وتحفه. انا زودت عليه ربع كوبايه ميه كمان. وهنا خلصت شوي البانيه وطلعته. هي دي الدرجه اللي انا عايزاها وهو ده اللون اللي انا عايزاه. بيبقى طعمه جميل ومكرمل ومش قادره اقول لكم، كانوا هيتهبلوا عليه في البيت. لو عندك جريل بقى هيعمل فيه خطوط كده، بيبقى جميل قوي قوي. انا بصراحه ما عنديش جريل فعملته في المقلايه وخلاص. جيت هنا بقى خلصت كده، طفيت على لسان العصفور، غرفته بقى في السرفيس بتاعي كده. جربوا الوصفه دي يا جماعه، تعجبكم جدا جدا. ممكن تعمليها برز بسمتي، بس هما معظم اللي في طباخين الافراح بيعملوه بلسان العصفور عشان ما يكلفوش رز بسمتي. جبت بقى هنا البانيه هنا كده، شرحته كده بالسكينة وقمت حطاه فوق لسان العصفور بالمنظر ده. كله كده هعمله، هحط بقى يعني يدي شكل جمالي كده في الاخر هحطه فوقه. اكلة جميلة وبسيطة، ما خدتش وقت خالص، يا دوبك نص ساعة في المطبخ. شايفين بقى البانيه مستوي من جوه جميل ازاي وطري. بصراحة اكلة جميلة جدا، جربوها بطريقتي وهتعتمدوها على طول. اسيبكم بقى مع الجمال ده. اهم حاجة لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.